اهلا بيكم في حلقة جديدة من حلقات الفانتزي. النهاردة كلامنا هيكون عن الجولة العاشرة. كلام كتير قوي بعد ما الجولة اللي فاتت اللي هي جولة 9 اتخزوقنا فيها كلنا حرفيا، حتى الناس اللي مراكزها عليت هي اتخزوقت في ان هي اصلا مصدومه في ان هي اختارت لعيبه ما كانش متوقع ان هي تجيب نقط عاليه. فان ديفين حتى اللي كل الناس رايحه تبيعه هو اللي بيجيب نقط قصاد كل ده وده. عندك بقى قدوس وجواو بيدرو وهالاند اللي الناس مكابتنينه وسيميني والتمبلت اللي موجود في تشكيلاتنا. صلاح اللي خلاص يعني الفانتزي كلها باعته، وبعد جولات كتيره الناس صبرت عليه كله باعه. رجع تاني وجاب جول عالمي في برنتفورد، ومع ان هم خسروا بس حتى هو رجع يساهم بشكل كويس الماتش اللي فات، وابتدينا نشوف يعني ان هو مؤثر على الجول. ولكن ده ما يمنعش ان احنا نروح نجيبه تاني، يعني لا، ما مش هنجيبه اكيد. الاسبوع التاسع هو اسبوع فيه كل حاجه غريبه مش مفهوم. الناس اللي معاها لعيبه تمبلت واللي مش معاها لعيبه تمبلت. واحد كان معاه هالاند ومكابتنه وسيمينيو وبرضه جاي له سهم اخضر ما تفهمش ازاي. حاجات كتير قوي محتاجين نتكلم عنها. هل الفتره اللي جايه ممكن تشهد ان احنا هناخد تريبل 3 مدافعين من دفاع ارسنال؟ ده كله هنتكلم فيه في حلقة النهاردة. يخبط اللايك واعمل شير في كل مكان وسبسكرايب، فعل الجرس عشان يوصلك كل حلقاتنا الجديدة، واعمل فولو على التيك توك. بننزل عليه دلوقتي شوية ريلز حلوة كل اسبوع، بقالنا فترة اهو مستمرين في الريلز دي. ادعي لاخواتنا اللي في السودان برضو، ربنا يثبتهم وربنا يعني يعفو عنهم ويشيل عنهم. وبس كده، خلينا ندخل في حلقة النهاردة. انا جيت كلمتك من اسبوعين وبفكرك تاني وبقول لك ان اللعيب اللي انت هتشتريه هيخزوقك، واللعيب اللي انت لسه بايعه مكان اللاعب اللي انت اشتريته هيخزوقك برضه، وهيروح يجيب نقط انت ذات نفسك مش متوقعها. زي ما انا جيت قلت لك بيع ماتيتا اتألق بعدها وجاب هاتريك. رجعت بعدها وقلت كلام ما ينفعش يتقال. رجع تاني ماتيتا وخزوقك الماتش اللي فات. بس ما علينا، انا افترض ان هو عشان قدام ارسنال فكده كده خلاص. انا ذات نفسي رايح اجيب ماتيتا عادي جدا. يعني قلت لك بعدها روح بيع فان ديفين راح رايح جايب كلين شيت وعامل مش عارف اسيست ولا جاب جون، طلع ب 23 نقطة و3 بونص. يعني بص، ليلة بنت لذينة مدافع. يعني انا مش فاهم، ده تقريبا اعلى نقط للاعب في جولة من التسع جولات اللي اتلعبوا. فيعني انا مش عارف بصراحه يعني ايه اللي هنعمله بعد كده. فغالبا اللعيبه اللي انا بقول لك تكرف لها ما تكرفلهاش الجوله دي، اكرف لها من الجوله اللي بعدها، ساعتها فعلا هيبداوا يخزوقوك يعني. بس كده، فخلينا نخش من غير كلام كتير قوي على اول فقره معانا في حلقه النهارده للجوله العاشره. وتكرف مين؟ طبعا جواو بيدرو. لو لسه معاك من تشيلسي اكرف له وش وما تسالنيش، لان في واحد كان كاتب لي في الجوله اللي فاتت بيقول لي جواو بيدرو هيزعلك قوي قدام ساندرلاند. واحد كاتب لي في الكومنتات اصلا على تيك توك بيقول لي يعني انت جاي تبيع قدام ساندرلاند. انا عايز اقول لك ان ساندرلاند هي تاني الجدول، يعني انت شكلك مش متابع او بتلعب فانتزي غلط. فالفكره كلها مش فكره ان انا ليه ابيعه او ليه اقول لك انك تبيعه، لان هو رايح يلعب اصلا ماتش صعب جدا. ساندرلاند في الاخر كسبت فصباح الفل. فانت لازم تخلص كده كده من جواو بيدرو، وده اللي انا قلته وانتوا ما سمعتوش كلامي. هو انا قلت لك اهو، قاعد يقول لي جواو بيدرو هيزعلك وانا بقول لك اهو، وخد لي سكرين. انا هحط لك السكرين اهي بتاعتك اهو، رغم ان الفيديوز بتاعتي لحد دلوقتي ما تجيبش فيوز خالص والله. بس بص يعني اهو، يعني انا هوري لك ان جواو بيدرو لا يستحق وجوده في الفانتزي اطلاقا الفتره دي. بمناسبه الكلام على جواو بيدرو فخلينا نخش شويه في حته تشيلسي. انا شايف ان مفيش حد من لعيبه تشيلسي يستاهل ان هو يبقى موجود في تشكيلتك اطلاقا الا انزو بس. شكرا. ليه؟ عشان سعره رخيص، خط نص بيطلع لقدام بس. جو بيدرو لا، جوي لا، اي حد من الحاجات دي مفيش. ولا بقى تقول لي تشالوبا ولا تقول لي كوكوريا. حتى كوكوريا كان خطر بس انت مش هتاخد منه كلين شيت ولا اي حاجه. ممكن تجيبه حته كده جوله جولتين فلته يعني، بس ما تاثرش في حته انك تعتمد عليه على اللونج تيرم. بصراحه
كوكوريا مش هيأثر، مفيش ولا لاعب من تشيلسي هيأثر، هو مفيش غير انزو، وده اللاعب الوحيد اللي يستاهل ان هو من تشيلسي يبقى موجود في تشكيلتك. يواو بيدرو بقى ينزل تحت كتير قوي في نص الملعب، بقى يعني تحس ان هو عامل زي مروان محسن كده صباح الفل. وفي لعيب تاني برضه بقى زي مروان محسن هنتكلم عنه كمان شويه. فخلينا اقول لك برضه على فكره وجود جواو بيدرو في تشكيلتك ان هي بلاش جدا 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 ان هو يبقى موجود، وهقول لك على بدايله كمان شويه. طبعا لو انت لسه معاك صلاح او اي حد من كلام بتاع ليفربول بقى، صلاح جاكبو بقى حتى او فيرتس بقى، يعني الله انت بتلعب لعبه غلط اصلا. وانا مش فاهم بصراحه ايكيتيكي او ايزاك. ايكيتيكي دلوقتي هو عنصر اساسي عن ايزاك اصلا. صباح الفل يعني، هم جابوا ايزاك ب 120 ولا ب 140 مليون يورو حاجه كده يعني. المهم ان هو في الاخر اتركن دكه يعني. في سباك ماسك الفرقه، مش عارف يدير البتاع. ثالث لاعب معانا وهو قدوس من توتنهام. خلاص كده زي الفل، عظمه على عظمه، جبرت يا باشا. استبرنا ونقولنا وقلنا انك رجعت جولتين ساهمت ومش عارف ايه وبتاع، والناس كلها رجعت اشتريتك وبتاع. لا خلاص يا باشا، بيع. هي مش فورمه ولا حاجه، مش فورمه. اللي انا بقى متاكد منه وخايف منه في ماتيتا الصراحه، يعني خايف ان هو يقلب يبقى زي ماتيتا في الحته دي. احنا كده كده هنتكلم عن ماتيتا كمان شويه، بس انا خايف ان ماتيتا يقلب على قدوس. جاب هاتريك ومش عارف ايه، رجع خذلنا، الناس ابتدت تروح عليه عشان ماتشاته سهله، خايف بقى يبقى خازوق زي الفل قوي ونلبسه يعني. المهم ان ما علينا، خلينا ندخل في اخر لاعب معانا وهو جارود بوين من ويست هام. الفرقه دي كلها هتهبط بمدربها، بالحبشتكنات بتاعتها، ببوين، بديوف، باي حد من يعني من ويست هام عامه. بيعه واخلص منه، ما تلعبش حد اساسي. بوين قعدوا دكه، ما خلاص. هو انا فقدت الامل في فكره ان انا ممكن اشتري حد من ويست هام. انا ما جبتش حد دلوقتي، حد من ويست هام بالمناسبه، ولا ديوف ولا بوين ولا اي حد، مفيش. بيع يا باشا. تاني فقره معانا في الجوله العاشره وهي تجيب مين. واول لاعب معانا هيبقى من مانشستر يونايتد وهو براين امبويمو. الفتره دي هو خلاص فورمته حلوه، وانا مش هحسده لان انا اشتريته. وبصراحه براين امبويمو مؤثر جدا جدا جدا. خليني اكلمك برضو بالترتيب على اللعيبه بتاعت مانشستر يونايتد. ابتدت تفوق، ابتدينا نشوف حته حلوه كده بعد عوده كونيا من الاصابه اللي بقى لها كام جوله. فخليني اكلمك بمناسبه برضو ان انا اتكلمت على كونيا بلاش تركز عليه قوي. يعني في ناس رايحه تجيب امبويمو، انت ممكن تروح تجيب كونيا، ولكن انا شايف ان امبويمو احسن. امبويمو خياراته اعلى، امبويمو بيساهم اكتر، امبويمو لعيبه مانشستر يونايتد بتركز عليه اكتر. برونو فرنانديز هو اللي بيعمل البري اسيست لامبويمو، يعني حتى مش بيعمل اسيست، لا هو امبويمو هيجيب جون ولا حاجه، بس بيبقى البري اسيست بادئ من برونو فرنانديز. فاللي معاه برونو فرنانديز او بيفكر ان هو يشتري برونو فرنانديز من مانشستر يونايتد عشان يبقى مختلف عن الناس اللي رايحه لامبويمو، فبلاش. يعني انت ممكن عشان تبقى مختلف للناس اللي رايحه لامبويمو تروح لواحد زي ماتيوس كونيا. بس ده كل اللي عندي بصراحه. فبالترتيب هيبقى امبويمو وكونيا وبرونو فرنانديز. وما تفكرش في برونو فرنانديز بصراحه، سعره عالي جدا جدا جدا، فبلاش. وانا شايف ان ما تروحش لكونيا، يعني حتى لو انت معاك امبويمو، يعني ممكن تروح للاثنين عادي جدا وتبقى ريسكها طرش منك الصراحه. بس ده كله بشرط واحد، انك لو جبت اي واحد فيهم تسيبه شويه جولات حلوه، مش مجرد جوله ولا جولتين وما يعملش حاجه فتقوم بايعه. اصبر شويه، يعني اديله 4-5 جولات كده ورا بعض، خذلك فيهم كلهم ساعتها اكروشه. تاني لاعب معانا من اللعيبه اللي مهم تجيبها في تشكيلتك وهو بديل جواو بيدرو وبديل اي مهاجم عامه، وهو ماتيتا ما زال خيار مهم حتى بعد ان هو طلع بلانك قصاد ارسنال. اي كده لاعب هيطلع بلانك قصاد ارسنال لان دفاعهم صعب جدا ان هم يجيبوا فيه اجوال. فانا شايف ان ماتيتا خيار مهم جدا 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 انك تشتريه للجولات اللي جايه. ماتشاته كويسه نوعا ما، هيلعب قصاد برنتفورد الماتش اللي جاي، فدي هتكون نقطه قوه ليهم على ارضهم، كمان قصاد اكتر فريق بيستقبل اهداف. فماتيتا ممكن يكون اصلا خيار كابتنه. ويلبك هو كمان الناحيه الثانيه من هجوم برايتون. الفتره الاخيره بقى له جولتين بيساهم بشكل كويس، مهاجم رخيص. لو انت مش معاك ميزانيه فوق ال7 مليون عشان تشتري ماتيتا، ممكن تنزل تحت 6.5 مليون تروح تشتري ويلبك من برايتون. فايق، بيساهم، موجود دايما جوه ال 18، فبيعمل نوش كتير قوي لاي فريق هو بيلعب قصاده. ماتشاتهم اللي جايه نوعا ما سهله لبرايتون، بس ما تستناش منه مساهمات كبيره قوي. هو اخره هيجيب لك جون وخلاص، على قد سعره فهو هيدي لك فاليو كويسه جدا جدا جدا. ف
ويلبك مازال خيار مهم. طبعا لو انت لسه مش معاك فولتاميد فممكن تفكر انك تجيب الاثنين من الثلاثه دول، يعني لازم يبقى معاك 2 فولتاميد مع ماتيتا مع ويلبك. فانا شايف ان 2 من الثلاثه دول كافيين جدا جنب هالاند، وانا شايف ان فولتاميد مع ماتيتا احسن من فولتاميد مع ويلبك. كده كده فولتاميد لازم يبقى موجود، ولكن ممكن مع الوقت برضو الناس تاخد الريسكيه بتاعت ان لو انا مش معايا فولتاميد ممكن اروح لويلبك الفتره دي اخد فورمته وبعد كده ارجع تاني لفولتاميدا من نيوكاسل. خلي بالك برضو عايزك تتابع جدا ماتشات دوري الابطال، لان نيوكاسل بتتعب جدا 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 في دوري ابطال اوروبا. فانا شايف ان فكره ان هم يعتمدوا على فولتاميد فدي ممكن تبقى حته تدخل في روتيشن شويه الجولات اللي جايه. اخر حد معانا وهو برضو من خط الهجوم وهو تياجو من هجوم برينتفورد. ماتشاته اللي جايه نوعا ما ريسكايه، نوعا ما يعني فيها نوش، ما تفهمش هو ماتش صعب ولا سهل. اصلا برينتفورد فريق مش مفهوم الموسم ده بالذات، هو بيجيب اجوان وبيدخل فيه جوان فانت ما تفهمش هو هيعمل ايه، ولكن هو سعره رخيص، خيار بادجت الصراحه. ولكن اللي خلاني اروح اجيب تيجو فانا ممكن اروح اجيب ويلبك احسن منه، على الاقل من فريق في نوعا ما توليفه هجوميه من تي مع ويلبك مع ميتوما، يعني ليله كده حلوه مع برايتون نقدر من خلالها ان هي تساعد ويلبك في ان هو يجيب اهداف. انما برينتفورد فما فيهاش حاجات كتيره قوي يعني تساعدنا. خلينا ندخل في اخر فقره معانا في حلقه النهارده وهي تصبر على مين. تصبر على مين؟ طبعا لو انت معاك فولتاميد من نيوكاسل اصبر عليه، مش معنى كده ان هو عمل جوله بلانك انك تبيعه. الجوله دي الناس كلها اصلا بلكت، الناس كلها اللي معاه فولتاميد واللي معاه ماتيتا واللي معاه هالاند ذات نفسه، ده اللي معاه صلاح طلع سهم اخضر. انت متخيل اللي معاه سيمينيو بلانك، كل ده بلانكات صباح الفل. يعني احنا من غير دفاع ارسنال يعني كانت الجوله ممكن تقع خالص. يعني انا عندي تيمبر وجابرييل صباح الفل. انا مش مستوعب لو هم كانوا طلعوا بلانكات انا كنت هجيب كام نقطه، انا كنت هجيب ماينس تقريبا. بس يعني ما علينا، ده اول لاعب معانا من اللعيبه اللي تصبر عليها. برضو فان ديفيل من توتنهام، لو هو الوحيد اللي معاك من توتنهام لازم تصبر عليه بعد الهاتريك اللي عمله في الثلاث نقط وال23 نقطه والمساهمات والحبشتكنات دي كلها والبونص والكلام ده. لازم تصبر على فان ديفيل لو هو معاك في تشكيلتك، ولكن ده مش معناه ان انا اروح اجيبه لان ماتشات توتنهام صعبه، وغير كده دفاع توتنهام مش مستقر، فده برضو ما يوحيش ليك ان توتنهام هتقدر تاخد من خلالها حاجه. انا شايف ان بلاش تشتري اي حد من توتنهام عامه، زيها زي تشيلسي. لو انت مش معاك انزو حتى ما تروحش تشتريه، لو انت مش معاك حتى جواو بيدرو طبعا انت هتبيعه، يعني ده خيار اولوي يتبيع. فهي فرقه توتنهام عامله زي فرقه تشيلسي. الفرق اللي احنا هنركز عليها اكتر اصلا الفتره الجايه هي الفرق اللي انت اصلا خياراتها بادجت. يعني واحد زي انا بقول لك ويلبك، بقول لك مش عارف تيجو، بقول لك ماتيتا، بقول لك على فرق اصلا اسعار اللعيبه بتاعتها قليله جدا جدا جدا. فدي الفرق اللي احنا هنركز عليها الفتره الجايه وهتكون ريسك، ودي فعلا اللي هتبين السهم الاخضر من السهم الاحمر. لان احنا زي ما احنا شايفين انك تطلع ده صعب قوي 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 الموسم ده تقريبا. انك تاخد سهم اخضر الموسم ده في الفانتزي ده صعب جدا. معظم الناس بتاخد سهم احمر بقى من ساعه ما ابتدت الدوري، بتطلع مراكز بسيطه قوي. اللي بيطلعك ايه هو انك تطلع بخيار مجنون. يعني الناس دلوقتي بتفكر في ان هي تدخل بثلاث مدافعين من ارسنال. الكلام ده كان من بدري ينفع، انما دلوقتي انا بقول لك انك ما تدخلش بثلاث مدافعين. انا شايف ان هي لا تصلح الصراحه. يعني ممكن تنفع، يعني مش بقول لك ان هي مش تنفع، بس كان ينفع من 3-4 جولات. وده اللي انا كنت بفكر فيه، ان احنا بنفكر في دبل. فساعتها ما دام انت فكرت في دبل لا يبقى تفكر في التريبل. ساعتها ماشي اخد التريبل بقى وريسك بريسك. انما دلوقتي انت عندك كمان ماتشين هتلاعب مش عارف استون فيلا هجومها فايق، ممكن مش هجومها فايق قوي ولكن ممكن يجيبوا جون. فصباح الفل الثلاثه اللي انت ملاعبهم لي ورا جابرييل وكالافيوري مع تمبر ما يعملوش حاجه. بالكلام برضو على كالافيوري اصبر شويه شوف اصابته عامله ازاي، عشان هو كان بيعرج كده سيكا فاصبر عليه. ما تفكرش في حوار التريبل ده كتير قوي من دفاع ارسنال. اصبر، انا شايف ان حلو قوي دبل، يعني ما علشان ما تتخزوش وتيجي تبدل بعدين على الفاضي او تلاقي نفسك مقعد 2 على الدكه ب 6 مليون كتير قوي الصراحه يعني. بس كده اخر لاعب معانا هو جيوكيريس من ارسنال، وده ليك مطلق الحريه فيه لان انا مش حابب اتكلم عليه. ولكن لو معاك جيوكيريس وعايز تصبر عليه قصاد بيرنلي ممكن يعمل حاجه انت ورزقك. عايز تبيعه بيعه يابا، وانت ورزقك برضه ربنا يوفقك في حياتك. لو انت معاك جيوكيريس انا ذات نفسي بعته، ولكن ما قدرتش اقول لنفسي ان انا اصبر عليه قصاد بيرني.
وما قدرتش اقول لنفسي برضو ان انا ما بيعهوش قصاد بيرني. فانا مش عارف الحقيقه، ولكن انا هسيب لكم انتوا القرار ده. قولوا لي تحت في الكومنتات لو انت معاك جيوكريس هتعمل معاه ايه، وقول لي برضو تشكيلتك تحت في الكومنتات وانا هقيمها لك من 1 ل 10. وبس كده، لو الحلقه عجبتك اعمل لايك وسبسكرايب وفعل الجرس ان شاء الله كل حلقاتنا الجديده، واعمل فولو كمان على تيك توك، بينزل هناك ريلز حلوه جدا 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 بالتزامن مع الحلقه دي. بس كده اشوفكم في حلقه جديده. كان معاكم اليوني من قناه الأقرع. سلام.